اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اكمل بقيه كاب كات. متنساش تتفرج على الحلقه اللي قبلها والحلقه اللي بعدها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا بقى نبدا الشرح. تعالوا نخش على الموضوع على طول. اقول لك ازاي تبدا تشتغل على الصوت بتاع الفيديو. حاجه انت تقدر لو عندك فيديو عايز تفصل الصوت، مثلا عايز تعدل فيه اي حاجه، فانت تفصل الصوت عن الفيديو بتاعك ازاي. تتك كليك يمين وهتختار اختيار سبريت اوديو ديت هتفصل الصوت عن مجرد ما تضغط عليها بقى الصوت مفصول عن الصورة عندنا اهو. وانت مثلا عايز تتك اختصار كنترول شيفت اس عشان تبقى اسرع، برضو ده حل كويس. كنترول شيفت اس. دلوقتي برضو هنقدر عندنا كاب كات ان احنا نضيف اصوات من البرنامج نفسه. البرنامج نفسه عنده مكتبة اصوات كبيرة جدا، تقدر تختار منها اللي انت عايزه. لو انت عايز بوب، عايز اي نوع موسيقى تبدأ تختاره، ولو عايز تبحث عن حاجة معينة بتبحث عنها هنا. تمام. يعني انا مثلا لو عايز اضيف الاغنية دي، بص بسمعها الاول، عجبتني، تك زائد، اتضافت عندي. مش عايزها اتك عليها وتك ديليت، خلاص. وعندنا برضو في البرنامج نفسه عندنا حاجة اسمها ساوند افكت. ساوند افكت ده تأثيرات صوتية لجميع الحاجات اللي تتخيلها ومتتخيلهاش. عندك بص الساوند افكت، بص كتير، فود، ماجيك، ترانزيشن، فايت، اي حاجة. او مثلا ده فوت مثلا تسقيف، لو عايز اضيفه برضو تك على علامة الزائد دي اضافة عندي. عندنا اختيارين تانيين ودول مش مهمين قوي، وهما انك لو عندك فيديو عايز تفصل منه الصوت تعمل له امبورت من هنا. ولو عندك اغاني على تيك توك عايز تحملها عشان تستخدمها، بس لازم تسجل التيك توك بتاعك. انا ما بستخدمهمش في اغلب الوقت يعني. هنروح بقى على تالت حاجة، وهي ازاي تسجل صوت. لو انا مثلا بعمل فلوج عايز اسجل صوت، هروح على الميكروفون ده، ابدا اتك عليه، كل لما اتكلم الصوت بيعمل لي ازاي. انا مثلا عايز ابدا اتك على العلامه الحمراء دي، كده بدات، كده انا اقدر ابدا اتكلم على الفيديو زي ما انا عايز، وهو بدا يسجل تحت. اقول انا النهارده اهلا بيكم يا جماعه، انا رايح العب باركور واتشقلب ومش عارف ايه، لو انت عايز تعمل فلوج. بس خلصت تك هنا، بص وقف معايا لحد فين، بس كده خلصت خالص ومش عايز اسجل اي حاجه تاني، اروح اعمل كده، وبكده تسجل معايا الصوت. هنقدر نتحكم في الصوت بتاعنا يكتر تدريجيا. يعني انا مثلا هنا مثلا الصوت يعني هتلاقيه عالي على طول، بص تلاقيه صوت عالي على طول. فانا مثلا عايز اخليه يبدأ تدريجا، فانا بروح على اول الفيديو كده، اول ما يظهر معايا السهم اللي هو هنا وسهم، يعني بيبقى سهمين، فاروح اعمل شاد، تلاقي البتاعة ديت كبرت معاك زي ما انت شايف كده. ده الفيد ان. تمام. اقدر اطوله زي ما انا عايز، تمام، لحد 10 ثواني. يبدأ تدريجيا لحد 10 ثواني اهو. جامع كيف الجبل ساطع مثير جدل كيف الاسد في البراري ركوبة حصان يكبر تدريجيا ازاي، بيبدأ يعلى تدريجيا. كده نروح على نقطة تانية، وهي مثلا لو عايز اضيف تأثير على الصوت انا سجلته. تعال نسجل صوت سريعا كده ونضيف تأثير. ماشي، اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام مندو. تعالى بقى نشوف كاب كات هيعمل ايه في الصوت. يلا بينا. يعني احنا مثلا عايزين نضيف تأثير على الصوت بتاعنا، نروح كده ونضيف تأثير مثلا فويس افكت، ونضيف مثلا نخليه ديب كده، نشوف الديب بتاعنا يبقى عامل ازاي. ماشي، اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم اسلام مندو. وتقدر برضو تتحكم في مستوى الديب بتاعك من الباتش او التمبر. تمام. هنا مثلا نخليه ريبوت. يلا بينا. اهلا بيكم في فيديو جديد. معاهم إسلام مندو. تعالى بقى نشوف كاب سامعين كات الصوت هيعمل بقى؟ ايه في الصوت. سامعين الصوت بقى ريبوت ازاي؟ وهنا برضو عندك حاجات كتير لو قعدنا نستخدم فيه هو الفيديو مش هيخلص. ويا جماعة في نقطة أخيرة نتكلم عليها. لو انت مثلا تكيت على الصوت ورحت ضاغط على نويز ريدكشن، نويز ريدكشن دي بتقلل الشوشرة اللي في الفيديو. لو في صوت شوشرة أو صوت نغوشة هي بتخفيه، بس بمجرد ما انت تضغط علامة الصح، بس مش تلاحظها قوي.
وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتتفرج على الحلقة اللي بعدها عشان تستفيد اكتر. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار يا ريت تسيبه في كومنت تحت. ودلوقتي احب اختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.